السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنىكم تكونوا في أفضل الأحوال، في تمام الصحة والعافية. تحت طلب بعض المتتبعات نشارك معاهم الطلبية ديال الشباكية ديال العجنة. ف كيلو و250 غرام غادي تخرج معكم حتى 3 كيلو ونصف ديال الشباكية بدون مدلك، فقط بدون بدون ماكينة، غير بالمدلك فقط. فاللي كيشاهد القناة ديالي لأول مرة، مرحبا بكم. شاركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا، الله يجازيكم بخير باللايك ديالكم، فهي اللي كتشجعني وكتحفزني باش نعطيكم اكثر. وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصحاب والاحباب في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. ونمر مباشرة المقادير وطريقة التحضير. في القصعة عندي 1 كيلو و250 غرام ديال الفورس، الدقيق الابيض اللي غربلته، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه كبيره ديال النافع، ومعلقه كبيره ديال القرفه، راس معلقه ديال المسكه الحره، وراس معلقه ديال الزنجبيل اختياري، وراس معلقه ديال الكوزه عندي، والملحه بطبيعه الحال الملحه واحد نصف ملعقه صغيره. كاس عامر ديال اللوز اللي كيكون مطحون بالقشره ديالو، ما حمرته ما والو، لا هو لا الزنجلان، كنطحنهم بالقشره ديالهم، كنطحنهم مزيان وكنغربلهم مزيان، ضروري نغربلوهم. عندي كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، وعندي كاس الا ربع ديال الزبده الحيوانيه، نستعمل زبده حيوانيه اللي ذوبتها حتى ولات نوازيط. وعندي كاس ديال الماء الزهر اللي ذوبت فيه الزعفران شعره. وعندي نصف كاس ديال الخل. غادي نخلط كلشي هاد المكونات مزيان، غندخل في هاد المكونات. في الاول غادي تجمعوا النواشف مع النواشف حتى يدخلوا مزيان. من بعد غادي تضيفوا هذيك المكونات اللي قلت لكم، وغادي تجمعوها مزيان حتى تدخل لكم مع العجينه. من بعد انا ضفت 1 كاس وربع ديال الماء، هي باش جمعت ليا العجينه. النصيحه اللي غنقول لكم هو ان العجينه خاصها ضروري تكون قاصحه، وما تكتروش الماء غتبقاو تضيفوه غير تدريجيا، نقطه بنقطه، حتى يتجمع لكم الخليط. هذه نصيحه مهمه. ما خاص العجينه ابدا تكون رطبه، ضروري ان العجينه تكون قاصحه كيف ما كان بان لكم، فهي قاصحه وكتفرتت. غتبقاو تدلكوا فيها. العجينه ديال الشباكيه كتبغي تدلك، انا بقيت كنقطع فيها وكندلك شويه بشويه، وفي الاخير انا جمعت العجينه كامله ودلكتها، ومن بعد درتها في بلاستيك غذائي حتى من بعد، خليتها واحد نصف ساعه. من بعد انا رجعت ليها، فكما كتشوفوا فهي قاصحه، ضروري تكون قاصحه. راه الا كانت العجينه رطبه فالشباكيه ديالكم غادي تجيكم قاصحه ملي غتقليوها. هذه ملاحظه. وملاحظه الثانيه، ضروري الا بغيتو العجينه ديالكم الشباكيه ديالكم تجي هشيشه وما تجيش قاصحه، ضروري ديروا كاس ديال اللوز. ما تفوتوش اللوز، لان اللوز كيقصح الشباكيه. هذه من تجربه، عن تجربه شخصيه. فانا كنت واحد النهار بغيت نكتر اللوز وجاتني الشباكيه قاصحه. ثاني حاجه، ما تنسوش الخل. راه الخل هو اللي كيهشش هذا، هو اللي كيهشش الشباكيه. وثالث حاجه اولا رابع حاجه، انا مبقيتش عاقله، فانا ما كنستعملش لا الخميره الفوريه ولا الخميره الكيماويه ديال الحلوى، ما كنستعملهاش في الشباكيه. هذه الشباكيه ديالي ما كندير فيها حتى شي خميره. من بعد انايا خديت هذيك العجينه ديال الشباكيه وقطعتها. من بعد ما قطعتها بديت كنشكلها، خديت كل قطعه وبديت كندير لها الفيلتاج بحال العجين المورق. من بعد رجعتهم من البلاستيك وخليتهم واحد نصف ساعه اخرى. من بعد غادي نجبد القطعه بقطعه من البلاستيك، ضروري تغطيو بالبلاستيك باش ما تنشفش لكم. وغادي نبدا نسرح. انايا كيف ما قلت لكم في العنوان، فهاد الشباكيه انا ما استعملتش فيها الماكينه كتخلي يشيط بزاف وكنبقى نجمع ونعاود. فصراحه انا استعملتها بلا ماكينه. بديت كنسرح. اما انكم ديروا هاد الطريقه، تبداو تسرحوا يعني بشريط بحال كيف ما درت دابا، وتبداو تقطعوا هادوك لي شيط اولا الزوائد اللي كيبقاو في الجوانب. فانا كنجمعهم، ملي كنجمعهم كنرجعهم وسط
وسط عجينة واحدة أخرى اللي كنكون حتى هي سر حساب بنفس الطريقة. وهاد الطريقة هذه طريقة سريعة. تسرحوا مربع كبير، تطلقوا مربع كبير، وكيف ما شفتوا رانا طلقته مزيان حتى قرب يبان، بدا كيبان ليا شويه هذاك السطح ديال العمل اللي كنشتغل فيه. ضروري تكون الشباكيه ما تغلضوهاش بزاف، غتشتت لكم في المقله ملي غتجيو تبغيو تقليوها. ضروري خاصها تكون غليظه. فانا استعملت هذيك القطاعه. ديك القطاعه صراحه عمليه، كتسرع من الوتيره ديال التاخير، يعني ما كتخليكش تاخري بزاف، سريعه، احسن من هذيك الجراره التقليديه. انا صراحه هذيك الجراره غير كنفيني بها الجوانب، كنقطع بها الجوانب اللي بانوا ليا ما تقطعوش. اما هي غير ديروا ليها وركوا عليها راه غادي تقطع لكم. شوفوا راه هي مقطعه، راه ماشي حيت كنسمع بان بعض الناس يقولوا بانها ما كتقطعش. لا اختي، راه كتقطع. هذيك غير وركي عليها، حيدي ليها القبضه ديالها ووركي عليها راه غادي تقطع لك. غادي نمروا هنا للتشباك. فانا كيف ما شفتوا انا كنجمع انايا في الاول كنورق كلشي وكنقطع كلشي، عاد كنجمعو وكنديرو في واحد الصينيه اولا في بلاطو، كنغطي عليه بالورق بلاستيك غذائي، وكندخلو للثلاجه وكنخليه حتى كنجلس، عاد كنبدا نشبك. هنايا كناخذ انا غادي نعاود معكم التشبيكه. انا غادي نعاود معكم، غادي نفسرها لكم. فهي تشبيكه سهله، تشبيكه ديال هاد الماكينه، يعني ديال هاد القطاعه كتكون مشبكه هكا. غادي ناخد الاول الشريط الاول، هادو 5 اشرطه، غناخد الشريط الاول غنوضعو فوق الثالث، وغناخد الشريط الاول والثالث اللي وضعتهم غادي نحطهم فوق الخامس كيف ما كتشوفوا. يعني العدد الفردي مع العدد الفردي، والعدد الزوجي مع العدد الزوجي. فكركم شويه بالمات بالرياضيات عفوا. وهذاك الشريط الخامس الاخر كنشدوه وكنلاقيو مع بعضياتهم وكنكرزو مزيان. ضروري انكم تكرزوا. سمحوا لي لان كنصحاب بان الكاميرا راه شاداني، ولكن هي راه ما شدتنيش، ما شداش مزيان. اذا غنعاود معكم. كناخذوا الشريط الاول كنوضعوه فوق الثالث، وكناخذوا هذاك الاول والثالث كنوضعوه فوق الخامس، وكنقادوا هذاك الشريط الثاني مع الرابع كيف ما كيبان لكم. وهذاك الشريط الخامس كنقرصوا ليه هذوك الجنيبات، يعني كنشدوه وكنتنيوه وكنقرصوا ليه الجنيبات صافي، وكنحطوها وكنقادوها وكتعطينا الشكل ديال الورده ديال الشباكيه. انا غادي نستمر، غادي نبقى نشبك. كنتمنى تكون واضحه لكم. راه واخا تقطعت ليا، شفتوها تقطعت، غير رجعت لصقتها مع بعضياتها، غير لصقها مع بعضياتها ورجعوا كملوها. اذا هذه هي الكميه اللي عطاتني 4 ديال اللاطات، فهي كميه لا باس بها. هنا غادي نمر للقليان. المقله تما انا درت في ديك المقله درت اكثر من نصف لتر ديال الزيت. انا خدات ليا ايطرو وكاس ديال الزيت، لان هذيك الزيت كتشرب، كتعاودي تزيدي عاوتاني زيت اخر، اولا كتسخن خاصك تبرديها بزيت اخر. هنايا كنخليو الزيت حتى كتسخن، من بعد كنحطو فيها الشباكيه، كتخلي بحال اللي غتقليو الفريت. من بعد كتنقصي هذيك النار، ما كتكونش مجهده وما كتكونش منخفضه، حيت الا كانت منخفضه غادي تشتت لكم الشباكيه، ولا كانت مجهده غادي تخطف لكم الشباكيه وتحرق من برا وما تطيبش من الداخل. وما تحركوهاش، ما تقيسوهاش حتى تحسوا بها شدات في راسها، بداو تقلبوها. ضروري تبقاو تقلبوا فيها من جهه لجهه. هنايا من بعد ما طابت ليا الاولى، فانايا ديجا صاوبت واحد الكميه، غادي نطفيها في تمايا. راه نقصت البوطه حتى كنعسل هذه، حتى كنطفيها في العسل. فهي غير كتحطيها في العسل كدير واحد الصوت. نتوما راه غادي ملي غتجربوها غتعرفوا الصوت. يعني السخون ملي كتحطو في البارد راه كتعرفوا الصوت ديالو. هنا غندوز ندير القليه الاخرى معاكم، وتما كنخلي الشباكيه. هنا راهي البوطه عندي العافيه، النار عفوا عندي تما منقوصه لان الزيت سخنات، فانا كنقص على البوطه في الحين ان هذيك باش تعسل ليا مزيان.
ما تخافوش منها، غير خاصها تكون سخونه. الا كانت بانت لكم الزيت سخونه نقصوا البوطه، بانت لكم الشباكيه تعطلات زيدوا شويه في البوطه. نتوما راه هذيك الساعه غادي تعرفوا كيفاش غطيبوا ملي غتبان لكم الشباكيه واش خاصها العافيه ولا مش خاصهاش العافيه. اذا هذيك هي الكميه اللي تحصلت عليها. هنا غادي نبدا ندوز نستف في الكرتونات. كاين اللي بغى غير كرتون، وكاين اللي بغى هادوك العلب الجوطابل او لي باغيت. هنايا حتى كنبدا ما كنديرش ليها الزنجلان في هذا، وكنخليها تسقطر مزيان بالعسل. ضروري تخليوها تسقطر مزيان من العسل. هنا كنبدا نستف بالصف وكنبدا ندردر عليها الزنجلان. اذا الاولى عطاتني 500 غرام، يعني نصف كيلو. كما كتشوفوا فهي كتجي كلها مجهبه وشاربه العسل. عاد كنستف الصف الاول وكندير عليه الزنجلان اولا السمسم، وكندير الصف الثاني وندير عليه الزنجلان وانا كنعبر. يعني حيت هذاك الزنجلان ملي كتبداو تضيفوه فهو كيتزاد في الكميه. هنا بالنسبه لسيده واحده اخرى عطاتني نديرها لها في البواطه باش ديرها في المجمد. الطريقه اللي غديروا بها في المجمد، اما ديروها قبل ما تقليوها كتكون طريقه احسن، واما ديروها هكا كتجي مزيان. غير هي غتفرقوا اما بالبابي الومنيوم كيف ما درت انا، واما بلاستيك غذائي ميكا عاديه ولا سلوفه، وتبداو تفرقوا الطبقات وترشوا بالزنجلان، وفي نفس الوقت نتوما راه كتعبروا. فانا غادي نبدا نستف ونبدا ندير الزنجلان وندير ونفرق عاوتاني بسلوف عفوا ما عقلتش هذاك البابي الومنيوم، راه تنسى لي الاسم ديالو. فما كيف ما كتشوفوا فهي كتجي صراحه كلها مجعبه وشاربه العسل. وبين هاد الكميه هذه، فانا حطيت هنايا هاد الكميه. السيده اللي بغاتها مفينيه باللوز ايفيلي، فالثمن ديال هذه كيختلف على الثمن ديال الاخرين اللي مفينين بالزنجلان اللي دردرت عليهم الزنجلان. فكيف ما كتشوفوا اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه. كتجي كلها مجعبه وشاربه العسل. صراحه انا خرجت يعني هاد الكميه اللي عطيتكم فهي خرجت ليا كميه يعني لا بأس بها. يعني كيلو و250 غرام، فالكميه المتحصل عليها 3 كيلو ونصف. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك، واستودعكم الله والى فيديو قادم.